السلام عليكم، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ النهارده بقى عملت طاجن القراميط الجميل اللي انتوا شايفينه ده بطريقه جديده وطريقه حلوه. وسر بقى الخلطه بتاعته جميله يا جماعه. عاملاه بطريقه تحفه. يلا بقى قومي اعمليه بقى ودفي البيت كله كده. لان هو اصلا بيتاكل في الجو البرد ده والشتاء كمان. بيبقى جميل ما شاء الله تحفه. وطريقه بقى خيالي. طريقة تحفة يا جماعة وسر بقى الصنعة بتاعتنا اللي احنا بنعملها في القراميط الجميلة دي. أول حاجة بقى أنا معايا قراميط بالشكل ده غسلتها حلو ونضفتها كذا مرة. وقطعتها كده بالشكل ده. غسلتها بقى بالملح وبالدقيق ونقعتها برضو في المية. بس جميلة يا جماعة عملتها غسلتها حلو. وكذا مرة كذا دور يعني وبقيت أنجرها برضو بالسكينة ونضفها كده. بعد كده بقى حطيتها تتصفى تماما وجبت بقى الدهن ده يا جماعة كان طالع من القرموط. خدته كده قطعته بالشكل ده. قطع صغيرة. خدت بقى جبت حلة على النار وجبت بقى حوالي عن ربع كوباية من الزيت. ونزلت برضو بالدهن برضو اللي انا قطعته. وبصلاية برضو متقطعة برضو قطع صغيرة بالشكل ده. لازم تكون البصلة خشنة يا جماعة بالذات السمك بيبقى بصلته خشنة شوية. نزلت بقى بشفشق طماطم مضروبة في الخلاط وجبت كمان بصلتين كمان. هعملهم نيين بقى. قطعت بقى البصل برضو قطع برضو صغيرة كده. خشنة برضو. ده يا جماعة بقى السر اللي انا هقول لكم عليه. انا باخد بقى البصل ده احطه في بولة بعد ما اقطعه ونزل بقى بفلفل اسود معلقة صغيرة كمون معلقة صغيرة. بابريكا معلقة صغيرة وكزبرة معلقة صغيرة ومعلقة كبيرة من الملح. هفركها حلو بقى وامرطها حلو بايديا كده. بقى لحد ما تجيب ميتها خالص. بعد كده هنزل بقى على الصلصة بتاعتي. وهقلبها بقى واسيبها بقى واغطي عليها لحد ما تتسبك تماما. قبل ما تنزل من على البوتاجاز يا جماعه بشويه بحط لها معلقه كبيره من التوم. انا حطيت التوم على فكره بس الكاميرا كانت فصلت مني. حطيت معلقه من التوم قبل ما انزلها بحوالي 10 دقايق بالظبط. وبرضو سبتها بقى على البوتاجاز شويه بعد التوم حوالي عن 5 دقايق. بعد كده بقى جبت الطاجن بتاعي وبدأت أحط كبشتين من الصلصة كده ورصيت القراميط بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وزودت المية بقى. كمية المية ما تكونش كتيرة يعني بالشكل ده. ما تكونش يعني مغطية القراميط خالص يعني ما تبقاش كتيرة حسب بس الطاجن ياخد معاكي. هزيته كده شوية ولفته كده لحد ما اندمج مع بعضه. بقية الصلصة بقى حطيتها في الطاجن التاني. وهبدأ احط بقى بقية القراميط الحفة اللي هي دي. وحطيت برضو كان عندي ديلين برضو حطيتهم برضو. بالشكل ده ووزعت بقى الصلصة كده بالشكل ده عليهم. وحطيت المية برضو على قد كمية الصلصة بالشكل ده. وهبدأ أحطهم في الفرن بقى على درجة حرارة 200. وهسيبهم بقى ياخدوا ويدوا كده مع نفسهم لحد ما يبقوا طالعين معايا بالشكل الجميل ده. لحد ما تبقى طعمها كمان رائع حاجة كده من الآخر. ما شاء الله يا جماعة تحفة وزبدة كمان شوفوا مستوية خالص ازاي. طعمها خطير. جربوا بس السر اللي انا بعمله ده حاجة كده لذيذة. لايك وشير لو عجبك الفيديو.